السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم في شرح الإيعازات الأساسية الموجودة في الفيجوال بيسك. أول إيعاز نواجهه في المنهج الموجود عندنا في الصفحة 115 هو عملية الإسناد. ما المقصود من عملية الإسناد؟ المقصود بعملية الإسناد هو أن أسند قيمة معينة وأضعها في متغير. هذه الصيغة العامة. مثال على ذلك مثلا هذه الكلمات string، هذه الجملة أسندت إلى هذا المتغير. إذن هذا المتغير اللي اسمه نيم واحد أو تسميه x أو أي شيء تسميه، القيمة أصبحت إلى يونس محمد. متغير ثاني هذا المتغير أو يسميه red أو يسميه A أو يسميه V، أسند إلى هذا العدد 75. إذن قيمة هذا المتغير بالحقيقة هي أصبحت 75. طبعا إن شاء الله عملية الإسناد تتوضح أكثر من خلال شرح بعض الأمثلة. هنا أنا بالعارض ذاكرتي الإيعاز برنت يستخدم لطباعة نص موجود على الفورم، سوف نستخدمه في المستقبل. عمليات رياضية، هنا لا أشرح العمليات الرياضية. إن شاء الله الأمثلة المقبلة تحتوي على بعض هذه العمليات ونشرح ما يوجد عندنا بالأمثلة المقبلة. الإيعاز الثاني هو الإيعاز الشرطي اللي هو الإف. الإيعاز الشرطي فيه الكثير من الصور. أول إيعاز شرطي، أول صورة للإيعاز الشرطي هو بالشكل البسيط اللي هي هاي الصيغة العامة إف ذين. إذا كانت الدرجة 90 مثلا، إذن اطبع لي جيد جدا أو excellent أو أي عبارة. ممكن أنه نستخدم هذه الأدوات أكبر أصغر يساوي أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي وهكذا. وممكن أنه بعض الأدوات اللي إن شاء الله بالمستقبل تجينا. هذه الصيغة للإيعاز. if degree هو طبعا بالحقيقة متغير، ممكن تقول D ممكن تقول G. if الدرجة كانت أكبر أو يساوي 90 then print، إذن أطبع لي هذه العبارة excellent. إن شاء الله سوف أقتصر عليك الكلام وأسهل عليك الشرح وتوضيح هذا الإيعاز من خلال شرح هذا المثال. المثال المطلوب، ننظر إلى المثال إن شاء الله. المثال المطلوب بعد أن نشرح المثال ونكتب المثال ونشرح المثال نصل إلى صيغة النهائية، أنه عند التنفيذ ننفذ، أدخل رقم وأريد من البرنامج أن يعرف ما هذا الرقم، هل هو سالب أم موجب. 3 ضغطت على الكوماند أظهر لي عدد موجب. إذا كتبت مثلا ناقص 6 تنفيذ راح يكتب العدد سالب. كيف يتم تنفيذ هذا المشروع؟ إن شاء الله تكون معي. نفتح برنامج جديد، نفتح مشروع جديد، نفتح مشروع جديد Open. نأتي بمربع نص، هذا مربع النص، نمسح القيمة كما تعلمنا في الدروس السابقة. الكثير من الأمور لا داعي إلى تكرارها. ليبل، هذا الليبل، إظهار، هذا العدد، أو نكتب هكذا هل العدد سالب أم موجب. نأتي بليبل، الليبل الأول، هنا الليبل الأول سوف تظهر فيه النتيجة. نمسح قيمة الكابشن. الليبل الثاني هو للتوضيح فقط، ممكن أن أضع الليبل الثاني وممكن أن أرفع الليبل الثاني. نكتب العدد هو هكذا. نأتي إلى الكود. X
طبعا هنا سوف تكون عملية إسناد. أكتب الشفرة إن شاء الله وأشرحها. يساوي فال VAL. أيضا سوف نعرف ما هي المقصود بال VAL. تكست واحد دوت تكست لا عليك دوت تكست، هكذا تكست واحد دوت تكست، انتر. اف اكس اكبر شفت وزاي اكبر من صفر، زين ليبل واحد دوت كابشن يساوي بين دبل كوتيشن العدد موجب اف اكس اصغر من زيرو، زين ليبل واحد دوت كابشن يساوي بين دبل كوتيشن. طبعا دبل كوتيشن تظهر من شفت وطاء. فائدة دبل كوتيشن أي نص تريده أن يظهر كما هو تضعه بين دبل كوتيشن العدد سالب. ننفذ المشروع الآن. نضع أي عدد مثلا 7. هل العدد سالب أم موجب؟ يظهر العدد موجب، مثلا -9 العدد سالب. نشرح الشفرة. القيمة المدخلة هي من خلال التكست الأول. وضعت هذه الدالة VAL تحول القيمة المدخلة إلى عدد، لأنه كما نعرف أن التكست لا يستقبل إلا الأحرف، فيحوله إلى العدد ويقرأه كعدد. وأسندت هذه القيمة ووضعتها بالمتغير X. الآن أأتي إلى الشرط. إذا كانت قيمة الX أكبر من الصفر، إذا اذهب إلى كابشن الليبل الأول، وكما شرحنا في الدروس الماضية اذهب إلى كابشن الليبل الأول واكتب هذه العبارة العدد موجب. وإذا كان أصغر من الصفر اذهب إلى كابشن الليبل الأول أيضا واكتب هذه العبارة العدد سالب. ونعيد التنفيذ للتوضيح أيضا، والعدد يظهر موجب هنا، ونكرر العملية لكن نضع العدد سالب ويظهر العدد سالب. أتمنى أن يكون الشرح وافي وقد اتضحت لك الصورة، وشكرا.